هنا قصة ملهمة ولا تترك لك عذرا بعد اليوم كي تنهض وتكافح من أجل نفسك. آلاف بل ومئات الناس يتوكلون على الظروف وعلى الغير من أجل أن يصلوا إلى أحلامهم. يملكون صحة جيدة ويملكون أرجلا وأيدي وأجهزة خارقة في أجسادهم تمكنهم من عمل كل شيء تحتاجه صحتهم بأنفسهم دون وساطة، ولكن على الرغم من ذلك ينتظرون أكثر ويريدون أيادي سحرية وأجنحة تمكنهم من الطيران حتى يقولوا إن الظروف تساندهم. وفي الجانب الآخر يوجد من لا يملك أيدي أو أرجل أو لا يستطيع الكلام، ورغم ذلك يصلون إلى أعلى المراتب. هنا قصة غانم. غانم المفتاح، مفتاح الخير والبركة، الذي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، والذي ظهر مع الممثل الأمريكي مورغان فريمان في حفل الافتتاح في قطر. تبدأ قصته منذ عام 2002 عندما قررت أمه أن لا تتخلى عنه رغم إصرار الأطباء على ضرورة إجهاض غانم لأنه سوف يولد بتشوهات خطيرة، ورغم الإلحاح من الكل قررت الأم أن تقول لا، أنا أريد هذا الولد، أريد أن يخرج إلى الحياة ويعيش ولا أحرمه من الحياة. وكانت ولادته صعبة جدا على أمه نظرا لأنه سيولد قبل الوقت الطبيعي للولادة وسيولد بعد مرور 6 أشهر. نصحها الأطباء أن تجهضه رحمة بها وبه، فردت الأم ردا قويا: ربي أرحم مني ومنكم في هذا الولد. فقررت وبدون تردد المحافظة على غانم. ولد غانم مع متلازمة نادرة تسمى متلازمة التراجع الذيلي، مما سبب له العديد من المشاكل سواء في نومه أم في نفسه أم في الحركة، وكلما كبر غانم تكبر هذه المشاكل. وهنا أقف دقيقة لأسألكم: هل تعانون من هذه المشاكل؟ هل تنامون أو تتنفسون بشكل غير مريح؟ هل تعانون من صعوبة في الحركة؟ نعود إلى قصتنا. رغم كبر المشاكل مع غانم يكبر معها الأمل ويزيد التفاؤل والرغبة في التغلب على هذا الأمر والنجاح. يحتاج غانم لعمليات جراحية خطيرة رغم صغر سنه، كلما قام بعملية يحتاج للمزيد من العمليات، ولكنه متفائل. وبمناسبة التفاؤل يقول غانم: تقول أمي الجميع استقبل ولادتك بتمني الموت لك لأنه أرحم لك من هذه الإعاقة، وأنت استقبلت الحياة بابتسامة. أمه كانت تعاني معه أشد المعاناة لأنه ولد بنصف جسد، فكانت تخاف أن تؤلمه ولا تعرف كيف تتعامل معه في البداية، لكنها من أجل ابنها سافرت لتتعلم والتحقت بمدارس وسألت ودرست وبحثت من أجل غانم حتى تعرف كيف تتعامل معه، ونجحت السيدة في ذلك، وقامت بتغيير كل مرافق المنزل حتى تتناسب واحتياجات غانم. نعم الأم. وتستمر المعاناة التي تعرض لها غانم وترافقه إلى المدرسة، ولم يتعرض أحد إلى الآن لحجم التنمر الذي تعرض له غانم بسبب شكله، ولكنه رغم ذلك استطاع بفضل أمه أن يتجاوز كل ذلك وتربي فيه أن يواجه الكل، ويقول بكل ثقة: أرى أن الخجل من الإعاقة أمام الآخرين هو أكبر إعاقة. وحينما تيقن غانم أن تغيير كل الناس من أجلك أمر مستحيل، لذلك توجه إلى نفسه وبدأ بتغييرها، وهذه أول درجات النجاح. فالحل أن تتغير من الداخل وتتقبل نفسك. من كل هذه المعاناة ومعاناة لم نذكرها، تعلم غانم الصبر والشجاعة والقوة والثقة والإيجابية واحترام اختلاف الغير وتقبله. وكلمة قالها غانم لا أحد يملك الشجاعة لقولها قولا حقا، قال: تعلمت أن لا أعتمد على الآخرين في تحقيق أحلامي، سأقبل بالتوجيه والإرشاد، ولكن تحقيقها مسؤوليتي. وهو أحوج الناس إلى الاعتماد على الآخرين لقضاء حوائجه، ولكنه لم يعتمد على أحد إلا الله. وأنت هل لديك إعاقة تجعلك تعتمد على الآخرين؟ إذن مسؤوليتك أن تحقق أحلامك، لأنه لا أحد سيحققها لك. غانم رغم الإعاقة يعتبر أفضل سباح، وتعلم الكثير من الرياضات مثل التزحلق على الجليد ولعب كرة السلة وركوب الخيل وتسلق الجبال وغيرها، لكن في النهاية يقول أن هذا ليس سهلا، وأن تعلم كل هذه المهارات احتاج منه وقتا وجهدا وتكوينا، ففشل وحاول ثم فشل وحاول حتى نجح، وأصبح مدير شركة خاصة بالآيس كريم فيها 60 موظفا، وصار محاضرا في الجامعات والمؤتمرات، ويعتبر أصغر متحدث في الأمم المتحدة،
وهو سفير النوايا الحسنة، يدعو الله أن يكون محفزا لكل بائس وملهما لكل مغامر، محبا لكل إنسان. اعتبروا بقصة غانم، ولا أنسى غانم يسوق السيارة أيضا. قناة أفكار تحييكم، لا تنسوا الاشتراك فضلا.